السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الأعزاء، جبت لكم اليوم فيديو جديد يشرح كيفية تبديل بطارية اللابتوب العطلانة. عند هاي البطارية تالفة ما تطول 15 دقيقة بسرعة وتخلص شحن. شلون أصلحها؟ اشتريت مجموعة بطاريات جديدة، راح أستبدل الخلايا التالفة اللي بداخل هاي البطارية بخلايا جديدة تشترونهن من محلات الإلكترونيات، اسمها بطارية ليثيوم أيون بمقدار 3.7 فولت. أول خطوة راح نبدي بيها بهذا الفيديو نفتح البطارية. شلون نفتح البطارية؟ طبعا عملية فتح البطارية شوي صعبة، لازم نستخدم درنفيس نفتح بيه، وكذلك شفرة نقص بيها مرات. المهم انتم تفتحون الغطاء مال البطارية، راح تطلع لكم هاي الخلايا داخل البطارية. شباب، قبل لا تبدون شغل فد ملاحظة لازم انوه عنها، وهي من تشتغلون لازم يكون يمكم مطفأة حريق، فاير اكستنجوشر. ليش؟ لان بطارية ليثيوم ايون بطارية عالية القدرة، فاذا حصل اي تماس كهربائي او شورت سيركت راح يؤدي الى توليد حرارة عالية جدا، وبالتالي حصول حريق لا سمح الله. فيجب الحذر اثناء التعامل مع هيك نوع من البطاريات، شغلة سيفتي لا اكثر ولا اقل. هسه نجي نستبدل هاي الخلايا التالفة بخلايا جديدة. اول شي لازم نعرف قطبية هاي الخلية، نعرف الموجب وين والسالب وين، حتى نجيب هاي على نفس القطبية موجب وسالب ونحطها بمكان هاي التالفة. شلون نعرف القطبية؟ باستخدام جهاز الفولتميتر، هذا اسمه فولتميتر، نخليه على القراءة 20 ونجي نقيس. الأحمر يدل على الطرف الموجب والأسود يدل على الطرف السالب، ونخليه على البطارية ونشوف. هاي مثل ما تلاحظون قدامكم الخلية قاعد تقرأ بالموجب، موجب 3 فولت، معناها هذا الأحمر الطرف الموجب والأسود الطرف السالب. إذا قستوا بالعكس، حطيتوا السالب بالموجب والموجب بالسالب، راح تقرأ بالإشارة، راح تقرأ بالسالب. هاي باعوا إشارة السالب. إذن يعني لازم تعكسون العملية، هيك تعكسون الأقطاب. من نعكس الأقطاب تطلع الإشارة بالموجب، معناها هذا الموجب وهذا السالب. هسه هاي نبدي نلحم هاي البطارية الجديدة بمكان هاي البطارية القديمة باستخدام الكاوية. انتهيت من لحم هاي البطاريات واحدة بالثانية باستخدام الكاوية والسولدر. بس هنا ملاحظة لازم تنتبهوا لها، انه هاي الأقطاب لازم تكون معزولة واحدة عن الثانية، لأن إذا صار تماس بين الأقطاب مشكلة كبيرة كلش، لأن احتمال تؤدي إلى حدوث حريق أو حرارة عالية تؤدي إلى تلف اللابتوب أو تلف البطارية كلياتها. فانتبهوا لهاي الملاحظة. ملاحظة ثانية، انه اللحيم لازم يكون رقيق جدا، لان اذا صارت هنا مسافة بين البطاريات ما راح يقعدن بالعلبة المخصصة إلها، راح يصير حجمهن كبير. فتأكدوا انه اللحيم يكون رقيق جدا. اوكي، ومن تكملون لحيمهن تقعدونهن بالضبط مثل الاصل، مثل البطارية الاصل. يعني هاي الواير بالاصل كان هنا بالموجب، انتم تربطونه بالموجب. هذا الأخضر بالسالب مثل ما موجود عندكم بالأصل، انتم تربطونه حسب الأقطاب، يعني ما تحطون شي بكيفكم. أوكي، ورا ما تكمل هاي العملية كلها نركب هذا الغطاء مال البطارية ونروح نشدها باللابتوب. واحتمال نحتاج إلى نحط صمغ لهذا الإطار لأن ما يرجع مثل الأصل، نصمغه داير ما دواره ونروح نشده باللابتوب، وإن شاء الله ترجع بطارية جديدة. وشكرا.